السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة. يلا يوم جديد وكمان سنة جديدة يا رب تكون مليئة عليكم بالخير والفرحة والسعادة. ربنا يا رب كده يرزق كل محتاج ويشفي كل مريض يا رب ويرضى عنا وعنكم بإذن الله. النهاردة الفيديو مهم جدا وقوي جدا وهنعمل حاجات بصراحة جميلة قوي قوي قوي. بصراحة الفيديو ده هيعجبكم جدا جدا. وأول حاجة هنعملها في الفيديو القرص الطرية بالعجوة الفلاحي الأصلي. هنعمل كمية كبيرة جدا وزي ما انتوا شايفين هنشتغل بقى كده ايه قدام الفرن الفلاحي. النهارده القرص فلاحي وكل حاجه هنعملها كده بلدي كده وفلاحي على اصولها، وكمان هنخبز كل حاجه هنعملها في الفرن النهارده. بصراحه اليوم جميل قوي، وهقول لكم دلوقتي بقى انا فين وعند مين وهنعمل الكميه دي ليه، وهقول لكم على اللي حصل واللي هيحصل. بس يلا نركز في المقادير علشان تعملوا احلى قرص بالعجوه. اول حاجه انا هعمل 4 كيلو من الدقيق، نخلتهم طبعا كويس، واحنا متفقين في كل فيديوهاتنا ان احنا لازم ننخل الدقيق في اي وصفه معجنات او اي وصفه عامه. لازم ننخل الدقيق عشان نتخلص من اي تكتلات وندخل الهواء بين جزيئات الدقيق، وده بيساعد ان اي وصفه تبقى ناجحه معاكي. بعد كده حطيت لكل كيلو من الدقيق معلقه صغيره من الملح، يعني حطيت 4 معالق صغنطاطين خالص من الملح. حطيت كمان كيس واحد من البيكنج باودر وكيس من اللبن البودره. والبيكنج باودر واللبن البودره دول بيعملوا معايا كمحسن لاي عجينه، يعني مش عايزاهم بكميات ولا اي حاجه، انا بس بحطهم في الدقيق بحيث بيعمل معايا كمحسن زي الافران كده. هما بيستخدموا محسنات للمعجنات فبتطلع معاهم فيها هشاشه وعلو اكتر، فده اللي احنا بنعمله. بعد كده حطيت الخميره بتاعتي، حطيت كمان 8 معالق كبار من السمسم المحمص، يعني لكل كيلو من الدقيق معلقتين كبار من السمسم المحمص. انت ممكن ما تحطيش، لكن السمسم ده اللي هيدي معاكي الطعم الاصلي للقرص اللي هي بعجوه، يعني عجوه يعني سمسم. بعد كده الحله دي فيها 2 كيلو من الحليب، ده لسه غليينه وسخن تمام. حطيت عليهم مج كبير من الميه، واهم خطوه ان انا لازم ادوب السكر بتاعي في الحليب، يعني ما ينفعش احط السكر كده مع الدقيق هيخرز معايا وايه ومش هيدي معايا نتيجه حلوه خالص للعجينه. فلازم ادوب السكر بتاعي في الحليب او في الميه او في السوائل اللي انت هتستخدميها. طبعا القرص تقدري تعجنيها بحليب او لبن رايب او زبادي اللي تحبيه، او ميه مع ده مع ده اللي يعجبك. طب دوبتي سكر قد ايه؟ انا 12 معلقه سكر، يعني لكل كيلو من الدقيق 3 معالق كبار من السكر تمام كده. بعد كده عايرت 4 كوبايات من السمنه وحطيتهم على الدقيق. بصوا هنا كنت جبت كيس خميره، بعت حد يجيب لنا خميره تاني لاني كانت الخميره كنت حاطه كيس ونص بس، فجبت كيس كمان كده بقوا كيسين ونص، يعني لكل كيلو من الدقيق معلقه كبيره من الخميره. وكمان برضو بعت نجيب خميره لاني الحاجات اللي هنعملها بعد كده برضو عايزين خميره، فهنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. يلا يا حبيباتي حطوا لايك للفيديو فضلا منكم علشان اللايك مهم جدا جدا، وكمان اكتبي تعليق ولو بحرف واحد علشان ده هيوصل لك اشعارات اي فيديو انا بعمله بعد كده. يا بنات اللايك والتعليق مهمين جدا، لان بجد بيشجعوني انا حرفيا باني اعمل فيديوهات اكتر واكتر. يعني الحاله النفسيه دي مهمه جدا، اللي ان الانسان يكون عنده حافز وعنده حاجه مشجعاه ان هو يقوم ويصور ويتعب نفسه علشان اطلع لكم بافضل ما عندي. فبجد كل كلمه بتكتبوها بتفرق جدا 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 معايا، وكمان اللايك بيزود التفاعل على الفيديو وده بيشجعني ان اعمل انتاج اكتر من الفيديوهات. ففضلا منكم اعملوا لايك كتير للفيديو وما تنسوش. شوفوا بقى هنا بسم الله ما شاء الله، بعد ما خلصت العجينه وعجنتها كويس جدا جدا وبقت معايا ملساء وحلوه بالشكل دون. اهم حاجه عجنيها حلو كده وطلعي كل غيظك في العجينه، وزي ما انتوا شفتوها كده تعرفيها ان انت لما تجمعيها كده وتعمليها قرصه تلاقيها مش مشققه، بالعكس ملساء وطريه وجميله. فكده تعرفي ان انت عجنتيها شويه حلوين. بس تغطيها بقى اهم حاجه بكيس علشان ده بيساعدها ان هي تخمر على طول، وتغطيها باي قماشه وتسيبيها لحد ما تخمر. هنا بقى جهزت العجوه بتاعتي، قطعتها كده حتت صغيره بايدي، وكمان جبت كده حتتين من الزبده البلدي، وهبدا ان انا اعجنها كويس جدا. هي هتكون جامده على ايدي شويه بس هفضل وراها لحد ما اعجنها، لاني مش حابه ان انا اسخنها. هي كده كده حسيتها ان هي طريه شويه، فقلت بقى مش مهم ان انا اسخنها واعجنها على طول. لما العجوه جوه القرصه بتكون طعمها بالسمنه البلدي بتديكي ايحاء كده، او بتحسي ان القرصه كلها معموله بالسمنه البلدي. فالتركه دي بتفرق جدا جدا، لان طبعا لو انت يعني عملتي القرص بتاعتك بالسمنه البلدي هتكون مكلفه طبعا عليكي جدا، فبنعملها بالسمنه العاديه. انا حطيت كوبايتين من السمنه اللي هي الصفراء وكوبايتين من
السمنه البيضاء، الاتنين مع بعض بيدوا لون وطعم حلو، يعني اللي هي السمنه الصفرا دي بتدي لون حلو جدا للعجينه، واللي هي بطعم السمنه البلدي بتبقى مكتوب عليها بطعم السمنه البلدي، فديا بتدي طعم حلو. فحطيت كوبايتين من دول وكوبايتين من دول في العجينه، تمام. وزي ما قلت لك في العجوه بقى حاولي تعجنيها بزبده بلدي او سمنه بلدي. هقول لكم بقى سريعا مقادير العجينه لكيلو واحد من الدقيق، علشان الناس اللي بتسال طب انا لو هعمل كيلو واحد. بصوا يا حبيبتي، كيلو من الدقيق عليه معلقه صغيره خالص من الملح، ومعلقه من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من الخميره، ومعلقتين كبار من السمسم، ومعلقه من اللبن البودره، وكوبايه كامله من السمنه. كل ده بنحطه على الدقيق. بعد كده بقى بنستخدم كوبايتين ونص من الحليب الدافي، او ممكن ميه على حليب، اهم حاجه يكون دافي، وندوب فيه السكر. بندوب لكل كيلو من الدقيق 3 معالق كبار من السكر، تمام. وزي ما قلنا كوبايتين ونص من الحليب الدافي. بكده تكوني عملتي احلى قرص فلاحي بالعجوه، طريه وجميله. بصوا احلى من اللي بتشتريها من بره بالطعم كده الجميل. لا لا لا، ما شاء الله بصراحه جميله قوي في الشتاء وفي السقعه كده اليومين دول، والله عسل. هتشوفوها دلوقتي قد ايه جميله وناجحه تحفه. شوفوا بقى بتجيبي القرصه دلوقتي من الفرنه بكام؟ بقت غاليه جدا، والعجوه فيها مفيش، مبيبقاش فيها عجوه خالص تحسي كده ان هم مثلا ملحسينها. وبعدين بقى ايه اللي يخليكي تنزلي ولادك بالليل بقى علشان يجيبوا قرص من الفرنه في الساعه دي؟ ها لا، قومي اعملي يلا كيلو دقيق، هيملى الدنيا خير. وريحه الخبيز كده في البيت ما شاء الله بتديكي احساس ودفى واحساس كده بالسعاده. فبجد ما شاء الله مش هياخدوا منك حاجه، وفي نفس الوقت اللي يخليكي تنزلي وتروحي تجيبي او تنزلي ولادك في الساعه عشان يجيبوا بالليل عايزين يتعشوا، اعمليها وخليها عندك او حطيها في الفريزر وتكون جاهزه تطلعي منها في اي وقت. وزي ما انتم شايفين طريقه التشكيل سهله جدا. اهم حاجه بتاخدي كل كوره وتفرديها شويه، وحته العجوه ما تحطهاش كده تبقى مدوره، لا افردي برضو العجوه. ليه بقى؟ علشان تلاقي العجوه متوزعه في القرصه بالتساوي، وتلاقيها موجوده في كل حته، مفيش حته فاضيه في القرصه. بجد الحركه دي هتخلي لك ان القرصه كلها فيها عجوه، مفيش حته مثلا في العجوه كده جايه في حته وحته، لا. بصوا كده بفرد حته العجوه جوه العجينه، او قبل ما احطها في العجينه بفردها. بصوا كده معايا اهو، بفردها كده واحطها جوه العجينه، وبعد كده اقفل عليها بالشكل ده، وارجع اديها تبطيطه كده كمان ابططها تاني. وبعد كده بديها فتحتين بقى بالسكينه، بتخلي شكلها وبتطلع حلوه جدا لما بتديها كمان فتحتين بالسكينه. هنا بقى ولادي طبعا هم حواليا ومصممين جدا، وان هم عايزين ايه يشكلوا معايا القرص، فطبعا مش هيعرفوا يعملوها زي ما انا بعملها، يعني افردها واحط جواها العجوه والكلام ده ويقفلوا عليها، مش هيعرفوا. فتيتا ربنا يديها الصحه هي اللي قالت لهم خلاص تعالوا، وادتهم القطاعات دي، قالت لهم يلا افردوا العجينه وقطعوا بقى بالقطاعات دي سهله. فبصوا حبيت اوريكم علشان لما تشوفوا الحاجات اللي هم عملوها ما تقولوش ايه اللي انت عملتيه ده، فبوريكم هم عملوا ايه، وسبتهم كده علشان يفرحوا وعشان كمان تبقى ذكريات ما ينسوهاش. الحاجات دي بتبقى ذكرى جميله جدا، بيفتكروا كده الحاجات دي قوي، والتجمع واللمه والعمايل، وبيفرحوا جدا. طب انت ما قلتلناش يا مهنا هو انت فين كده وايه اللي حصل ولا في ايه؟ بص يا جماعه، انا عند ماما حبيبتي ربنا يديها الصحه يا رب، قالت لي كده يا مهنا يعني انت عماله بقى تعملي، عملتي القراقيش وبسكوت وعملتي القرص، عملتي حاجات كتير في القناه لمتابعينك وما بتعمليش. قلت لها ده انا عينيا ليكي يا حبيبتي يا ست الكل، اجي واعمل لك كل اللي نفسك فيه. قالت لي خلاص تعالي بقى وشوفي هتعملي لنا ايه. قلت لها افتحي لي بس كده الاوضه بتاعه الخبيث الجميله بتاعتك دي، والاوضه اللي فيها الفرن وايه، وشوفي انت عايزه ايه وانا اعمل لك كل اللي انت عايزاه. قالت لي الشتاء اللي احنا فيه ده عايز قرص بالعجوه، احنا بصراحه بنحبها جدا. فطبعا سمينا الله كده وبدانا جهزنا حاجتنا وبدانا يومنا، وقعدت كده خدت البركه بتاعتها وقعدت عملت القرص بعجوه. وطبعا امي وامهاتكم واجدادنا كده هم متعودين من زمان ان هم ما يشغلوش الفرن على كيلو دقيق، يعني الكلام ده ما ينفعش زي ما احنا بنقف كده في المطبخ نعمل نص كيلو دقيق، نعمل كيلو دقيق، لا هم ما عندهمش الكلام دي اقل حاجه يعني يعملوها مثلا 4 كيلو ولا حاجه في صنف معين، تمام. فاحنا عجلنا 4 كيلو من الدقيق للقرص. هنشوف هنعمل ايه تاني، لان هي ما اكتفتش وقالت لي احنا مش هنشغل الفرن على شويه قرص، لا هنعمل حاجات تانية ولسه هنفتح فتحه تانية. بصوا كده ما شاء الله، بعد ما خلصت الصواني بصوا بقى هغطيها وايه وهسيبها تخمر، وهنشوف هنعمل ايه على ما القرص بتاعتنا تخمر. بصوا انا جبت نفس الطبق اللي انا عجنت فيه اول مره، هو كده كده يعني مطرحه عجين فمفيش مشكله، انا هشتغل فيه تاني. وبرده هنخل دقيق، نخلتي قد ايه دقيق؟ نخلت برده 4 كيلو كمان من الدقيق، بما اني يعني ونظرا لان الدقيق غالي
يعني لو دي أرخص من كده بيتهيأ لي كانت قالت لي اعملي أكتر من كده، فالحمد لله. المهم حطيت إيه كمان على الدقيق، حطيت برضه 4 معالق صغيرين من الملح، و4 معالق صغيرين خالص من السكر. وهنا العجينة دي بتاعتي مش محتاجة سكر كتير، لإني بس أنا محتاجة سكر علشان يشغل الخميرة فقط، فما حطيتش غير 4 معالق صغيرين من السكر ومع الخميرة. ولإن العجينة دي هتبقى سايلة فمش من الضروري خالص إن أنا أدوب السكر، هو كده هيدوب ومش هيخرز معايا ولا أي حاجة، لإن دي هتكون عجينة طرية جدًا جدًا. لإني هنعمل إيه، هنعمل العيش الفلاحي الأصلي أصلي أصلي. بصوا العجينة بتاعته سهلة جدًا، يعني هو عبارة عن دقيق وملح وسكر وخميرة ومية دافية، ضروري جدًا تكون المية دافية عشان العجينة تشتغل معاكِ والخميرة تشتغل والعجينة كده تبقى حلوة. بصوا بقى العجينة دي كده بتبقى بالسمك اللي أنتم شايفينه دوًّا، بتكون طرية وفي نفس الوقت تقيلة كده، بصوا ما تفهموش إزاي يعني. بصوا بتتلت بقى، دي مش بتتعجن، دي بصوا بتلتوها كده وبتتعجن بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي، شايفين ما شاء الله. بصوا كده ما شاء الله، بتجيبي كده بايدك من تحت وتدبي لفوق. بعد ما عجنتها باخد شويه زيت في ايدي وابدا ان انا امشي على وش العجينه كده واغطيها واسيبها تخمر. على ما تخمر بقى هروح اسوي القرص. بصوا بقى ما شاء الله الفرن ده في التسويه بيكون حلو قوي. انا بدخل القرص بتاعتي على نار متوسطه من تحت، وبرده الجناب بخليها متوسطه، ولازم تتابعي التسويه وخصوصا في اول صينيه علشان تعرفي هل مثلا تبصي عليها من تحت، طب هي حمرت قوي من تحت تهدي شويه، طب الجناب خدت وش قبل مثلا القرصه من تحت، فلازم كده تركزي. بصوا بقى هنعمل كده شاي بالريحان واحنا قاعدين في الفرن، يعني غلينا الميه في الفرن يا جماعه. مفيش حاجه تقف قدامكم. شوفوا بقى ما شاء الله احلى كوبايه شاي قدام الفرن، بسم الله ما شاء الله عسل. لا والقعده قدام الفرن على فكره في الشتاء جميله وممتعه، مش زي الصيف خالص. في الصيف كده تحسي ان الجو حر وان انتي مش طايقه نفسك. في الشتاء بقى يا سلام، يا محلى القعده قدام الفرن. وكوبايه الشاي بقى قدام الفرن مع قرصه بقى طالعه سخنه كده، يا سلام الله اكبر. لسه مش عارفين بقى انتوا هنعمل ايه تاني في الفرن. هنعمل الصينيه العملاقه. بصوا انا سميتها كده الصينيه العملاقه. استنوا بس كده شويه وحطوا لايك بقى، لان الفيديو ده كان متعب بصراحه، والتصوير والله يا جماعه بياخد وقت جدا. يعني لو احنا نشتغل من غير ما نصور مش هياخد وقت زي ما يكون بنصور، وطبعا طول الوقت متابعه التصوير ومتابعه الكادر ومتابعه كل خطوه ان انا اجيبها لكم واصورها لكم، واقوم واشغل واطفي واعدل الكاميرا ومش عارف ايه واقوم واقعد، فبجد بيكون مجهود. فما تنسوش بقى حطوا لايك يلا للفيديو. والاهم من اللايك والله دعوه حلوه كده منكم، والاهم كمان ان احنا نذكر ربنا ونذكر الله طول ما احنا شغالين، هنلاقي كده بركه في يومنا، وهنلاقي كده ربنا ايه بيحسن ما بين ايدينا وبييسر كده امورنا وبيخلي اليوم سهل وحلو وخفيف بذكر الله. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا زي ما انتم شايفين القرص هشه، بصوا يعني يمكن التصوير مش موضح بس هي بجد هشه جدا وطريه، اللهم بارك، عسل عسل عسل. تعالوا يلا بقى ندخل على العجين بتاع العيش. العجينه ما شاء الله شايفين خمرت وعليت خالص، ملت الطبق زي ما انتم شايفين كده، وجهزنا صواني عليها رده. هي ماما مصممه تعمل العيش الطري الفلاحي دون بتاع زمان. انا قلت لها يا ماما طب خليكي بس انا هعجن انا العجينه، هعمل انا العجينه بطريقتي ونفردها بالنشابه. قالت لي لا مالكيش دعوه عشان ما تعبكيش. قالت لي لا يا حبيبه قلبي بلاش. قالت لي لأ هنعمل وصممت إن إحنا نعمل العجينة بتاعة زمان ونعمل العيش الطري بالطريقة إيه الأصلية دي. المهم بقى أنا قعدت كده أتفرج عليها وأحاول أعمل الحركة دي. بصوا العجينة أصلا طرية قوي مش عارفة يعني، بصوا الحركة دي ما شاء الله ربنا يديها الصحة يا رب ويخليها لي. وهي بصراحة أصلا يعني ما بتحبش تسيبني، لو هي معايا وانا بعمل حاجه لازم تحط ايديها في كل حاجه وتساعدني في كل حاجه، ما بيهونش عليها تخليني انا اللي اتعب في كل حاجه لوحدي. المهم بقى رحت انا علشان اجهز الصينيه العملاقه. ايه الصينيه العملاقه دي اكبر صينيه بطاطس هنعملها. بصوا بقى ما شاء الله انا هنا كنت بشرح لكم انا حاطه ايه في الخلاط دون، علشان بقى الخلاط ده فيه السر كله، يعني السر كله بتاع صينيه البطاطس اللي هتطلع معاكي جباره في الخلاط ده. حطيتي ايه في الخلاط يا مهنا؟ حطيت طبعا يعني مليت كده شفشق طماطم، وحطيت مع الطماطم شويه ميه، حطيت ايه كمان بصلايه صغيره وشويه توم كده 4-5 فصوص من التوم طبعا على حسب مقدار البطاطس بتاعتك، وحطيت ملح وفلفل اسمر وبهارات وبابريكا، وحطيت من هريسه الفلفل الاحمر، وحطيت نص معلقه صغيره من السكر، وحطيت كزبره ناشفه وشويه شطه صغيرين. بصوا يعني كانها تتبيله مش صلصه طماطم، هي فعلا تتبيله، لاني هاخد منها جزء دلوقتي اتبل بيه البطاطس وادعك البصل بالبطاطس بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دون، وبعد كده النص التاني هدعك بيه الفراخ، وكاني تبلت الفراخ باحلى تتبيله ممكن تشوفوها. كمان كان في حته ليا كده قطعتها
قطعتها علشان تدي طعم حلو، وحطيت كمان شويه ميه وما حطيتش اي دهون تاني. هي الفراخ ما شاء الله دسمه وحلوه، هتنزل دهون ومرقه حلوه في صينيه البطاطس، وكمان حته اللي انا قطعتها دي ما شاء الله هتخلي صينيه البطاطس ريقها عسل. بصوا بقى احلى صينيه بطاطس تاكلوها في الفرن دون. حطيتها بقى كده تستوي الاول علشان اول بقى ما نرمي العيش ونخبزه ناكل على طول والعيش سخن والبطاطس تكون اتعملت. بصوا بقى هنا كنا خلاص، هي كانت قرصت العيش وكان خمر. بعد ما بتقرصيه بتغطيه بقماش كده نضيف وبتسيبيه يخمر. بعد كده بقى بدأت ان هي هتشوفوا دلوقتي هتعمله ازاي وترميه في الفرن بالشكل ده. بصوا ما شاء الله كان بيقب وجميل وشكله عسل وريحته يا نهار ابيض. الله اكبر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. عسل، انا مش قادره اقول لكم حاجه غير ان هو ما شاء الله ريحته وطعمه وجماله ملهوش حل بجد. لقمه احلى 1000 مره من 20 رغيف تشتريهم من بره. ريحته وطعمه كده بيرد الروح بجد. تسلم ايدك يا امي، ربنا يديكي الصحه يا رب. اجمل عيش كلناه من ايديكي. بصوا بقى هنا كده وهي شغاله خصوصا في العيش لازم تمسح الفرن بالميه. بتكون لفه حته قماشه كده على الحديده اللي هي مخصصه للفرن وبتحطها في ميه وبتبدا انها تمسحه بعد كل كام رغيف كده. بصوا هنا بتشيل الرغيف بتديله الاول تبطيط على خفيف كده لانه بيكون طري، وبتكون حاطه على المطرحه شويه من الرده وبتبدا بقى تريحه بالشكل ده. شايفين كده ما شاء الله تدوروا. وطبعا الموضوع ده كده بيبقى عايز خبره والناس اللي ايديها واخده على كده، انما هو العيش بصراحه سهل جدا، عجينته سهله وكمان طريقته سهله. بس هي كل الحكايه في الايه، التركايه كلها انك انت تبقي واخده على كده وعارفه انك انت ازاي ترحيه وترميه في الفرن. تمام. هنا بقى كل ما نطلع عيش من الفرن بنحطه على القماشه كده. ما شاء الله بصوا العيش ملهوش حل، الله اكبر. وكمان صينيه البطاطس جميله جدا والقرص كل حاجه ما شاء الله طلعت زي الفل بفضل الله. فالحمد لله. حطوا بقى لايك كتير للفيديو وما تنسوش تشتركوا في القناه، تضغطوا على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد. وبألف هنا وشفا وربنا يحسن ما بين ايديكم، والسلام عليكم.